الحقوني يا جماعة، سيد بيموت. الحقوني، أنا على أول طريق العزبة. بص. من يومين جالي رسالة من أحد المتابعين، محتواها بجد رعبني وخلاني أتساءل إزاي ده حصل. في حاجات لما بتحصل بتقلب حياتك كلها، بتاخدك من الطبيعي للمجهول، واللي جاي ده مش مجرد قصة، دي تجربة واقعة لحد النهاردة ملهاش تفسير. في عز الليل في قرية نائية من قرى المنصورة، قرية بعيدة كده عن العمران، ما فيهاش أي أنوار، بس فيها حكاية عصام وسيد، أصحاب من زمان كانوا راجعين من فرح صاحبهم في المركز. الفرح خلص والوقت كان متأخر قوي، ركبوا الموتوسيكل بس الموتوسيكل مرضيش يشتغل. قالوا نركب أي مواصلة تقربنا ونكمل مشي، وبالفعل نزلوا عند أول طريق ترابي بيوصل لقريتهم، بيبعد عن القرية حوالي 1.5 كيلو كده. طريق مظلم، على يمينه ترعة وشماله أراضي زراعية، ومصدر النور الوحيد القمر. وفجأة خبطة قوية من وراهم وقعتهم هما الاتنين، عصام مرمي على الأرض وسيد وقع في الترعة. عصام حاول يفتح عينيه بالعافية، شاف راجل غريب ملامحه مش باينة من الضلمة، لكنه كان طويل بيعدل الموتوسيكل، كان واقع على الأرض، عدله وركب ومشي ناحية القرية. والغريب بجد إن الموتوسيكل ما كانش ليه صوت أصلا. عصام صلب طوله بالعافية وقام وفضل يدور على سيد لحد ما شافه مرمي على ظهره في الترعة. نزل بسرعة، سحبه وطلع بيه فوق، لقاه قاطع النفس. فتح تليفونه وكلم كل اللي يعرفهم. بعد حوالي ربع ساعة الناس جم جري، خدوه على الطوارئ. الدكتور قال لهم عنده خلع في دراعه اليمين وكدمات، وطمنهم عليه وقال لهم بس محتاجين محضر علشان نكمل الإجراءات. في الأول عصام ما كانش عارف يقول لهم إيه، بس قرر يقول لهم نص اللي شافه. حد خبطنا وجري، ملحقتش أشوف وشه. خلص المحضر ورجع يطمن على صاحبه، والحمد لله سيد فاق. أول سؤال سأله إيه اللي حصل؟ إيه اللي جابني هنا؟ والغريب سيد ناسي كل حاجة. آخر حاجة فاكرها إنهم كانوا راجعين من الفرح وماشيين على طريق العزبة، لكن الخبطة، الترعة، الغريب اللي عدل الموتوسيكل، ولا أي حاجة منهم في دماغه. ومن وقتها سيد ما بقاش زي الأول، كأن الحادثة دي خدته من العالم بتاعه ونقلته في عالم تاني خالص، عالم كله هلاوس سمعية وبصرية، بيطلقوا عليه عالم المجانين. طب يا ترى مين الشخص اللي طلع لهم ده، وإيه تفسيركم للي سمعتوه؟ شاركنا رأيك، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا لحد هنا، واستنونا في قصة جديدة مرعبة.